أكثر من 200 ألف متسول كينتشروا في جميع أنحاء المغرب، وخبراء كيتوقعوا ما يقارب 1,000,000 متسول. فين ما مشيتي غادي تلقاهم في الشوارع، في المقاهي، في المطاعم، في المقابر، عند المساجد، في المحطات، في الأسواق، وعندهم مناسبات في السنة اللي كيدخلوا فيها فلوس ديال الصح، بحال الأعياد وفي رمضان، في العواشر ويوم الجمعة وليلة القدر. كي كترو في الليله ديال العواشر وليله القدر ليله 27 وبحال اليوم والغد ليل العيد، بنادم كلشي كيبدا يدور في الفيروجات. تعاونوا معنا. في الصعب اخويا اللي كنعيشوا فيها، في الصحه ما بقاتش. ملي كانت عندنا الصحه راه كنا خدامين كنطلب. انا نهار واحد لا ما خرجش للشارع نمد يدي ما كنلقاش خبزه ناكلها. نسبة قليلة من هاد المتسولين تاجين، اما اغلبهم كيديروا تسول مهنة وحرفة اللي كتدخل عليهم بزاف ديال الفلوس. وعباد الله والشعب المغربي رحنا في غابة، ويخرجوا المسؤولين ويخرجوا الناس الواعية القاريين يعرفوا هاد الطلاب اش كيديروا بهذا الشيء اللي دايرين المشاريع، داروا بها الطلبة، داروا بها الديور، داروا بها الذهب، داروا بها حراسات لولادهم، داروا حراسات لبناتهم، دايرين القرعات، دايرين الكونت في البنكة، ويخرج عشي مسؤول ولا مسؤولة ويجمعوا هاد الطلابة. وقسما بالله قلت لك يا خوو كازا يكريوهم ورا بلا دراري شارين مونيكات طلبت بها وحده قدامي داك العام، طلبت مونيكا وملي سالات لحتها في الصاك. صافي ولفتها صرحت ليا في الدم ديالي، وليت باغا غير السعايه باللي وليت تبليتي اذا تبليت بها ما تليش، وليت نفكر عافيه هي بالنسبه للمتسولين والمنتشرين مساكن الله يسمح لي منهم. المشكله هذه راه سببها الازمه والناس والجهل. المتسول عاده هو انسان بدون كرامه، هو انسان دليل. شحال من متسول ولا متسولة ملي مات لقاو عنده في دارو مخدة ولا خنشة عامرة فلوس، وشحال منهم كيجيو بالطنوبيلات ديالهم الواعرين كيجيو يسعاو. بلا ما نهضروا على متسولات اكادير. وعدسة الكاميرا متسولة بسيارة فارهة باتت حديث ناس أكادير، تنتظرها جلسة ثالثة في 18 من مارس. التهمة النصب، الاحتيال والتسول. اما اللي عنده شويه مع التكنولوجيا واستطاع انه يرقم التسول فرغنا الله. بس عايز افرح، بالله عليكم ساعدوني افرح، اقفوا جنبي ان انا افرح. شكرا عليكم. خدي راسي بينا البرمه والكسكاس. انا شبكه هو الراي ديالك في ظاهره التسول في كازا؟ تسول شويه هي عادي، الا سولتي شي واحد غيوصلك فين بغيتي. شو هذا السؤال؟ تسول طلبه التسول ولا السعايه ولا الطلبه كيف ما كنسميوها حنا ظاهره اللي قديمه بزاف وكتنتشر في اغلب دول العالم وبالاخص في الدول الفقيره. بالاضافه ان المغاربه المسلمين والاسلام كيوصي المسلمين باش انهم يتصدقوا ويعاونوا المحتاجين والفقراء، فرا ظاهره التسول لقات بلاصتها في المغرب وعرفت واحد الانتشار كبير. اما الى ترجمنا هذا الشيء الارقام، خليني نقول لك بانه غير في النصف الاول من سنه 2023 راه تم توقيف 15,908 شخص كيمتهنوا التسول. اما في السنه اللي قبل منها سنه 2022 راه تم توقيف 44,860 شخص. في سنه 2021 تم توقيف 19,590 شخص. وباش نفهموا مزيان هاد الظاهره راه خاصنا نعرفوا بان التسول راه فيه انواع. عندنا اولا التسول الاضطراري، هذا اللي يمكن لاي شخص يوقع فيه، هو انه الانسان كيطيح في شي مواقف اللي كترغم عليه انه يطلب المساعده من عند الاخرين. وكاين نوع ثاني واللي هو التسول المؤقت. كاينين بعض الناس اللي كترغم عليهم الظروف انهم يتجهوا للتسول، على سبيل المثال مرض ولا الانسان ولا مثلا واحد الشخص فقد العمل ديالو ولقى صعوبه باش انه ايجاد عمل اخر فكيلتجئ للتسول مؤقتا بما لقى شي خدمه. وكاين التسول موسمي، هنا اللي كاينين الناس ما كيطالبوش العام كامل وما كتلقاهمش في جميع الاوقات وما كتلقاهمش ديما كيتسولوا، عندهم مناسبات اللي كيتسولوا فيهم. مثلا كاينين اشخاص اللي كيتسولوا غير في رمضان، كاينين اشخاص اللي كيتسولوا فقط في ليله القدر. كاين عندنا التسول الاحترافي وهذا هو اخطر الانواع، بحيث كاينين ناس كيديروا التسول مهنه وحرفه سواء باش يوفروا القوت اليومي ديالهم ولا باش يجمعوا منها فلوس صحاح. عندنا اولا الناس اللي كيكونوا مرادين ولا عندهم اعاقات ولا كبارين في السن كيلتجئوا للتسول باش يحققوا منه لقمه ديال العيش. وكاين اشخاص اخرين اللي قادرين يخدموا باقيين صغار ولكن كيمتهنوا التسول وكيدخلوا منه فلوس ديال الصح. وهنا بزاف ديال الناس كيقول لك ويلي تا الطلابه كاع شحال كيدخلوا ديال الفلوس.
من كيديروا الديور والطوموبيلات واش كيديروها بهذيك 4 ريال وهذيك درهم وهذيك 10 ريال اللي كيعطيوهم الناس واللي تهلا فيهم كاع كيعطيهم 5 دراهم. خليني نقول لك كاينين الناس اللي بروفيسيونال عارفين شنو كيديروا، كيولي عارف الناس اللي غيعطيوه وعارف الناس اللي غيتهلاو فيه. كيمشي عند الواحد مقصدو وكيعطيه اسباب اللي كيقنعوه وما كيجي من عنده حتى كياخذ القليله واحد 100 درهم ولا 200 درهم ولا 300 درهم، كاين اللي كيوصل كاع حتى ل 500 درهم. 50 درهم. قال لي ان يوميته على الشارع الضوئيه اي الفيروج 400 درهم. قطعش رجلو كيدير رجلو مقطوعه، كل ما معاقش كيدير راسو معاق، كيكمدوا لهم ديك 200 درهم 10000 20 حتى كيعطيوك درهم كيقول لك والله يسر. اطفال صغار راه كيتعتبروا هما الورقه الرابحه في التسول، هادشي اللي كيخلي اسر كيخرجوا يطالبوا بالولاد ديالهم. كاين اللي كيكري الدراري الصغار ولا الاشخاص اللي عندهم اعاقه، وكاين اللي كيسرق دراري صغار وكيولي كيطلب بيهم. وخليني نقول لك الواعره كاع كاينين خادمات ديال البيوت اللي كيخرجوا يطالبوا بالولاد ديال الناس اللي خدامين عندهم بلا ما يجيبوا لهم الخبار. كتكريه المراه ولا الراجل كيطلبوا به، هذا ظاهر دازوا بحال ما هكا كيجوا هنايا كيطلبوا بهم. راه كانت اول البارح واحد السيده لو كان دابا بانت لي نوريها لك، هي معاقه ياك ودايرها في ظهرها وكتطلب بها ماشي امها، عقنا بها ماشي امها، ملي عقنا بها هزاتها ومشات كتجري هربت بها. حيث ارتفع عدد القضايا اللي كتعلق باستغلال الاطفال، بحيث ارتفعت من 64 قضيه سنه 2017 ل 127 قضيه في سنه 2022، وتابع فيها 131 شخص وبلغ عدد ضحايا 154 طفل. والتسول في واحد الاوقات ديال الذروه، واللي موالف يعطي 5 يعطي 10، واللي موالف كيعطي 100 كيعطي 200. عندك مثلا يوم الجمعه، في العواشر، في الاعياد، في رمضان، وبالاخص في ليله القدر. وخليني نقول لك بانه كاينين اشخاص اللي كيخدموا فقط غير في ليله القدر وكيديو منها فلوس صحيحه اللي تقدر توصل 5000 درهم والفوق. فديك الليله يقدر يدخل فيها فلوس شهر. كاين اللي غيجيب مع دري غيدير راسو معاق يدخل حتى 5000 درهم في الليله. التسول راه ما بقاش مقتصره فقط على المغاربه، ولكن راه دخلوا حتى اجانب لهاد الدومين. عندك بحال المهاجرين الافارقه، عندك السوريين بسبب الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كانوا كيعيشوها في سوريا وجاو المغرب حتى هما ولاو كيمتهنوا التسول. المتسولين غير بيناتهم راه كدور صراعات، راه يكذب عليك الكاذب اللي قال لك الطلابه كيكونوا فاهمين، راه شي ما كيحملش وشي كيجيب شي باغيها في شي. السوريين والمغاربه، والسبب هو انك راه كنتي كتلقى جوج ديال الناس كيسعاو، واحد سوري وواحد مغربي. كيدوز شي واحد المغربي كيبدا يطلب فيه كيقول لي الله يخليك عاوني راه ما عنديش ما خدامش، ما كيبغيوش يعطيو كيقول لي سير خدمت. وكتلقى في جنبه واحد سوري كيجبد ليه 100 درهم ولا 200 درهم وكيدبر عليه بالمزيان. وبغيتي المتسولين المغاربه يبقاو يشوفوا، فجاه اصبح جميع المتسولين المغاربه سوريين، كلشي كيهضر بالسوريه. هادشي اللي خلى المواطنين بداو كيفقدوا في الثقه ديالهم. هادشي علاش كنتي وليتي كتلقى السوريين كيقول لك الله ياخذ الحق في المغاربه، ولو كينصبوا بالصفه ديالهم سوريين حتى ما بقى حتى واحد كيتيق فينا وما بقاوش كيعطيونا. والمغاربه كيقول لك الله ياخذ الحق فيهم، هما اللي جايين مزاحمين معانا واش طفرنا حتى حنايا. كتعاونوا غير السوريين، يعاونوا غير السوريين، عطوا السوريين عندهم طوموبيلات يجيو حتى عند الجامع ومن التالي عطاهم العمارات خلي السومه خليتونا الناس واحد كدعموا غير البراني. قلة اكثر من 20 وحده كلهم عاملين حالهم سوريين، المغربيين عم ياخذوا دراهم على اسم السوريين. وبما ان التسول واحد المجال اللي فيه الفلوس، وبالاخص كان شي موقع حيوي، هادشي اللي خلق يبانوا شبكات اللي كتنشط في مجال التسول، حيث عدة دراسات رسميه وغير رسميه كتشير لوجود شبكات منظمه ديال المتسولين بواحد التراتبيه، من المتسولين الصغار حتى الريوس الكبار. التسول من غير النصب والاحتيال اللي كاين فيه راه بعض المرات كياخذ واحد الابعاد اللي خطيره اللي كتمشي حتى السرقه والاعتداء. التسيب كامل اللي كاين في مجال التسول وهادشي كامل، واش ما كاينش القانون اللي كينظم هذا المجال ديال التسول؟ خليني نقول لك بان القانون كيعاقب على التسول، ولكن مش جميع المتسولين، وكيعاقب بالحبس من 3 اشهر ل 6 اشهر كل متسول ولو يكون دعاهه او معدم باستعمال الوسائل التاليه: اولا اصطحاب طفل صغير او اكثر من غير، ثانيا تسول جماعه الا اذا كان تجمع مكون من الزوج والزوجه او الاب والام والابناء، والدخول الى مسكن او احد ملحقاته بدون الاذن ديال المالك ولا الشاغل ديالو. في هذه الحالات القانون كيعاقب على التسول. وبما ان القانون كيعاقب على التسول راه خاص يتم التطبيق ديالو، على الاقل ينقص عدد المتسولين، والله ما 100 متسول ولا 1000 متسول، على الاقل هذيك 100 غادي تعرف الجهات المختصه كيفاش تتعامل معاهم، وغادي نستطيعوا اننا ننقصوا من عدد المتسولين. اولا ظاهره التسول راه صعيب باش تقضي عليها، قل ما قلناش راه مستحيل، راه البوليس ستامين غير معاهم،
عاد فزيت السجون اللي مكتظه في المغرب فين غادي دير هاد المتسولين؟ اذا خاص شي حل اخر. عندنا اولا الناس معوزين اللي ما كيقدروش يخدموا، ولا الناس اللي مرادين بمجرد ما كيشدوهم كيجيو الاسر والعائلات ديالهم كيسولوا عليهم وكيخرجوهم. بالاضافه للاشخاص اللي باقي يمكن لهم يخدموا وباقيين صغار وباقي يمكن لهم يعطيو، كاينين بعض الجهات اللي كتحاول انها تلقى لهم خدمه وتعاود تدمجهم في سوق الشغل، ولكن راهم ما كيفشلوا ما كيستطيعوا يقنعوا حتى شي واحد، لانه راه صعيب باش تقنع واحد على الاقل كيدخل 100 درهم في النهار ولا 200 درهم ولا 300 درهم 500 درهم والفوق باش انه تلقى ليه شي خدمه اخرى اللي يمكن ما غادي تدخل ليه حتى النص في داك الشيء اللي كيدخله هو في الشهر. بالاضافه الى ان بعض المتسولين كيعانيوا من امراض نفسيه، والتسول راه ماشي مجرد اشخاص كيطالبوا عطيتيهم ولا ما عطيتيهمش، ولكن راه ظاهره اللي خطيره وعندها ابعاد على المجتمع والفرد، بحيث كتعطيك مواطنين اللي بؤساء وكسالى وما كيفيدوك بحتى حاجه من غير انهم كيجمعوا الفلوس وكيديوها يلموها. والنقطة الأهم هو التأثير على السمعة ديال البلاد، حيث أن المغرب بلد سياحي فراهم كيأثروا على الصورة ديال المغرب، وبالخصوص أن المغرب داخل في تحديات ورهانات الكبار باغي ينظم تظاهرات عالمية، فغيكون عنده واحد التأثير سلبي وكبير. فراه خايبة حتى التعاودة في 2030 المونديال توري جايين من جميع أنحاء العالم باش يتفرجوا، دخلوا تفرجوا في ماتش في أكبر الملاعب في العالم، وملي يخرجوا يلقاو عند الباب ناس تابعينهم بليز جيف مي ماني بليز جيف مي ماني، راه ما جاتش. هادشي اللي كيوضع المغرب في تحدي باش يحاول انه يلقى حل لهاد الظاهره، مع المراعاه للناس اللي عندهم ظروف خاصه وكيتسولوا باش يستطيعوا انهم يعيشوا. كان معكم طارق الكحيلي، حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وشكرا على المشاهده.